اهلا وسهلا بكم في ليبراميدي. احنا النهارده في كاربيانو في بانيفيتشيو ليبراميدي. احنا النهارده في اشهر مكان في المدينه ديت او القريه الصغيره الجميله الايطاليه، وده المكان الوحيد المصري اللي بيبيع مخبوزات وبيتزا وايه كمان شاورما ودولشي ايطاليانو، tutti panificazioni italiani وكل المخبوزات الإيطالية، بيتزا ترانشي، بيتزا باستا، الكباب. عندنا تانتا سبيشاليتا ايطاليانا يعني. كله فريق العمل ده كله مصري. الاستاذ كامل طبعا صاحب المكان، حبيبي، الرجاله دول الله كلهم يخليك. مصريين، وتحيا مصر ام الدنيا. حبيبي وكل الزباين هنا ايطاليين، مفيش حد بيجي هنا غير ايطاليين لان القريه دي كلها ايطاليين، صح كده؟ بالظبط. يلا بينا نفرجكم على المكان، واهلا وسهلا بكم في ليبراميدي نوميرو اونو. النهارده احنا في قريه ريفيه جنب ميلانو اسمها كاربيانو، وده المحل الوحيد المصري اللي في القريه كلها. اهلا وسهلا استاذ كامل. اهلا بيك يا استاذ حليم. قول لي نورت الدنيا. المحل هنا بقاله كام سنه ومين اللي فتحه؟ احنا هنا من 2005، والدي اللي فتح، وقبل هنا كان في بلد اسمها ميلينيانو، قرية جنبنا، هو اللي فتح البيزنس وكبره، وانا اشتغلت معاه انا وعمي واخويا والشباب الاستاف اللي شغال معانا كلنا طبعا. اسم المحل ايه؟ اسم المحل بانيفيتشو ليبراميدي، يعني مخبوزات الاهرامات. نشتغل باستيتشاريه وبيتزا وشاورما طب يلا بينا نتفرج على المحل جوه. يلا بينا بقى، اتفضلوا اتفضلوا يا جماعه معانا. اتفضل. تمام. طبعا يا حبيبي جماعه اول نورتنا. حاجه المحل طبعا حلال. الحمد لله ما عندناش لا خمور استنى ولا بس، هنا هينيكن زيرو الكحول. زيرو طبعا. الحمد زيرو لله. الكحول، كل حاجه هنا زيرو الكحول، مفيش كحول هنا نهائي. الحمد لله. اللحوم كلها حلال. الحمد لله طبعا. بقالكم طبعا. 25 سنه تقريبا. بقالنا هنا في كاربيانو من 2005. قبل 2005 كاربيانو كنا في بنتكلم في ميلينيانو. 20 سنه تقريبا. 20 21 سنه. كل حاجه هنا حلال، ربنا يبارك بالظبط. فيك طبعا. الحمد لله. الحمد يلا لله. بينا، بعد اذنك تعالى فرجني جوه. تعالى هنا اتفضل. بتبيعوا مخبوزات، تعالى اشرحها لي. هنا مخبوزات، وهنا البيتزا على حسب طلب الزبون بتتعمل في الوقت في الحال، وفي الشاورما، ودي حاجات ترانش بنجهزها مع المخبوزات بالليل والصبح طوال اليوم طبعا، وفي حاجات بتنطلب على حسب طلب الزبون، الطعم اللي هو عايزه، الحجم اللي هو عايزه بنعمله طول اليوم. هل في اي مشاكل بتواجهك عشان هنا ما بتقدمش خمور او ما بتقدمش لحوم لا تانية؟ والله الحمد لله، هو الزبون بتاعي اتعود، وفي اللحوم اللي هي البديله الحلال، والحمد لله في 3-4 طلاينه فاتحين وشغالين عندهم خمور وخنزير، بس سبحان الله احنا يمكن شغالين اقوى، ربنا محلل حاجه في بق الزبون بتاعنا، والحمد لله ده رزق بقى من عند ربنا. طب نشوف ركن الشاورما والبيتزا. ماشي اتفضل اتفضل اتفضل. بعد اذنك تعالى معانا كده. اتفضل. طبعا عرفنا على الشيف، حضرتك منين؟ ازيك يا شيف؟ الشيف محمود. حضرتك البيتزايولو منين؟ بتاعنا. ده البيتزايولو. البيتزايولو بتاعنا. ده الشيف العمومي هنا. معانا عمر مع بعض يعني. بقاله كام سنه شغال؟ بقالي 6 سنين هنا في المكان ده، و15 سنه في ايطاليا عموما يعني. والاستاذ بقاله قد ايه؟ الاستاذ مصطفى لسه حديث، هو بقالوش سنه هنا في ايطاليا. لسه جاي. لسه جاي من المنوفيه برضه. من المنوفيه، ابن عمتي. بسم الله ما شاء الله. كلنا عيله مع بعضينا، فاميلي يعني. حضرتك طب تعالى بعد اذنك كده. حضرتك اللي بتعمل الشاورما ولا بتشتغل جاهزه؟ انا شغال مع شركه من زمان بتجيبها لي جاهزه وكده. بس كواليتي عاليه، كارنه ايطاليانا وحاجه نظيفه يعني الحمد لله. طبعا اسعارك انا شايفها مناسبه جدا للجميع. اسعار متناول يعني، مش غالي ومش رخيص. هل ينفع ندخل المطبخ؟ طبعا اتفضل. بجد عادي يعني؟ طبعا. طب يلا يا جماعه نشوف المطبخ. اول حاجه بقى كل حاجه في المطبخ وبتعمل ايه جوه. الحمد لله يعني زي ما انت شايف المكان الحمد لله بيتكلم عن نفسه. ده المعمل اللي احنا بنشتغل فيه. بنهتم طبعا جدا بالنظافه، لان دي حاجه مهمه قبل اي حاجه. الاكل والشرب لازم يكون المكان كويس نظيف، ده اهم من الشغل بالنسبه لنا، ده رقم واحد عشان نقدم منتج كويس وحاجه كويسه للزبون، والزبون يكون مبسوط. وطبعا هنا في كنترول عالي، لازم يكون المكان نظيف، في كنترول من الصحه. الامور هنا لازم تكون فيها جديه، لان الغلطه هنا طبعا بفوره بتزعل. والحمد لله زي ما انت شايف الاستاذ يبقى عبده ابن عمتي، برضه لسه جاي حديث بقاله سنه وشغال معايا، تخصص دلوقتي في المخبوزات، وكلنا يعني عيله مع بعضين. طبعا في الاساس المكان ده اللي كبره وعمله والدي، ومعاه عمي، وفي اخويا بس هو في اجازه في مصر دلوقتي. فالحمد لله انا بشكر والدي ان هو عمل لنا حاجه كويسه، والناس كلها هنا الحمد لله بفضل ربنا بتحبه، واحنا يعتبر شغل وسمعه اشتغلنا وجبرنا على حسه. وبشكر والدي ان هو ربنا بالحلال، والحمد لله ربنا يديمها نعمه ويبارك لنا في عمره يا رب، ونحمد ربنا. يعني انا من الانسان يعني محظوظ ان انا يعني طلعت لقيت والدي يعمل لنا حاجه زي كده، فانا بشكره جدا. حاجه بس قبل ما نقفل الفيديو، انا بفتخر ان انا مصري، والحمد لله احنا اتكرمنا كتير من عمده البلد هنا على النظافه والمعامله
واسلوبنا مع الزباين ونظامنا. وشكرا، وتحيا مصر، ومصر ام الدنيا. افتخر ان انا مصري، وتحيا مصر.